هذه عاصمة هنغاريا، بودابست. مدينة تجمع بين التاريخ والجمال الأوروبي، من ضفاف نهر الدانوب إلى قلاع العصور الوسطى، ومن سحر العمارة إلى شوارعها الجميلة. خلوني أوريكم بودابست مثل ما شفتها أنا. لكن قبل ما تبدأ تستكشف مدينة المجر لازم تروح تجرب الأكل. خلونا نشوف الأكل المجري كيف، نجيب لكم آرائي عليه. طبعا هذه هي الأكلة، اسمها لانجوش أو لانجس، أنا مش متأكد إذا بننطقها سوا، بس صراحة إيش شكلها ساعة زلابيا اليمنية، وأيضا تعطيك انطباع أنها أيضا مثل المناقيش السورية. أنا مانيش عارف، خلونا نجرب الطعم وأقول لكم كيف. أنا قطعها مثل البيتزا، مشكلة والله. خلونا نجرب. الصراحة الشكل رهيب، زلابيا مع كرافت. لو يدروا أصحاب الكافتيريا في اليمن بيجوا يتعصبوا لي. والله روعة، روعة جدا. كيف أقول لكم، زلابيا بس فيها مثل طبعا ثومة وزبادي وثومة ومش عارف إيش، فوقها كرافت. والله ميكس رهيب. يلا خلوني نكمل الوجبة هذه ونعمل لنا كذا لفة حلوة في المدينة ونتعرف على بودابست. خلوكم معايا. أنا الآن في متحف الأضواء في بودابست. في كل مكان في عرض للأضواء بطريقة مختلفة. يعني المكان بيغطي إيش، كيف أشكال الأضواء من أماكن مختلفة. بس يعني تجربة حلوة، ما بقول لكم مش إنها حاجة واو على الأخير. خلونا نكمل نشوف، ممكن في مفاجآت خلف الكواليس أنا ما نشتري فيها، بس لحد الآن يعني. ما أنا الصراحة حرمنا، أنا بدأت أسوم. يا ليلى، وإيش ده؟ أوه. يعلم الله أن أنا بدأت أسوم. يعني الآن إيش في مفاجآت. ها، إحنا عندنا مصداقية مهمة. هذا المكان يخليك تحس إيش، إنك بتنقع من الفضاء. بس هذا أنا عايش، هذا أنا موجود، رجلي مثبتت في الأرض. بس رهيب صراحة، هذا البقعة رهيبة. أول مكان يعني هكذا يخليني أقول لكم إنه مكان حلو. صبر والله إنه يدسوا، أنا ما بنمزحش. بالذات إذا ما واحد ما ركزش. أنا متأكد إن اللي حتى بيشوف الهنجة له سومة. روعة. شكلي ساعة ماريو.
إذا كنت الصراحة يعني المتحف ما كانش يعني بهذاك الشيء المبهر الكبير، بس يعني زيارة واحدة ما تضرش، بالذات إذا بتعتبر 17 اليورو أو 16 يورو يعني. إذا بتعتبر 16 اليورو شيء عادي، أنا بني أشوفها الصراحة كثير. بس تجربة مرة واحدة مش مشكلة. المهم الآن أنا وصلت إلى مكان اسمه حصن الصياطين أو قلعة حصن الصياطين. عايز أعمل فيها لفة، أو خلونا ننقل عيوننا وين للسما شوية. إذا زرت مدينة بودابست من الحصن هذا بتحصل على أفضل منظر بانورامي لنهر الدانوب، وأيضاً بتشوف مبنى البرلمان بشكل أحسن، تقدر تصور فيه وقت الشروق أو الغروب. يكون الضوء الذهبي رهيب، يخلي للمشهد طابع مختلف. وحصن الصيادين هذا يعد من أكثر الأماكن زيارة في بودابست، وبالرغم من مظهرها الحربي فإن الحصن مستخدمش أبدا للدفاع، بل بني كمنصة رومانسية للمشاهدة والتنزه. طبعا تم بناء هذا الحصن للاحتفال بمرور 1000 سنة على تأسيس المجر. وي لازم أركز على الدرج. فيا ما شايفين خلفي هذه الحصون، قال لك إنه كل حصن إيش نقوشاته مختلفة عن الحصن الآخر. مثلا هذا فعلا شكله مختلف، يعني بيجيب للحصن أو القلعة طابع أو طراز يخليك هكذا فعلا تستمتع إنك تتمشى فيها. طبعا أنا بنصح أي أحد إذا جيت إلى هذا الحصن إنك تجي له في الشروق أو الغروب. ليش؟ لأنك بتقدر بعدين تشوف النهر فيها والبرلمان المجري، المنظر شوية مرتفع وتقدر تشوف فيه كل شيء، فيعني يعطي لك انطباع ضخم. علشان تعرفوا الدخول إلى هذا الحصن بالمجان. في بعض الأماكن الذي ممكن تطلع لها ما بشوفش إنها فعلا تستاهل إنك تدخلها، مثل هذه مثلا، إنك تجي بعدين تكون مرتفع أكثر من المكان الذي إحنا فيه علشان تشوف المدينة من مكان أعلى. لكن ما أعتقدش إن الدخول فعلا يستاهل، يعني 2 يورو ونص عشان إيش؟ فأعتقد إننا في مكان يستاهل، أو إنك يكفي إنك تشوف هذا المكان من منطقة مرتفعة. من أعلى الحصن إلى واحد من أروع المتاحف في بودابست، اسمه متحف الإثنوغرافي، أو بما يسمى محلياً متحف الشعب. هذا واحد من الأماكن الرائعة والمميزة في بودابست، متحف الإثنوغرافي. مكان قد لا يسمع عنه الكثير، لكنه كنز ثقافي حقيقي. المثير في هذا المتحف أنه ما بيقتصر فقط على الثقافة الهنغارية، بل يضم أكثر من 200 ألف قطعة أثرية من أكثر من 1000 ثقافة مختلفة حول العالم. المتحف هذا مش مجرد مكان لعرض القطع، بل هو تجربة بصرية وثقافية مذهلة تخليك تشوف كيف عاش البشر وتفاعلوا مع بيئاتهم عبر العصور. هذه واحدة من الرقصات الشعبية المجرية. والغريب أنه رغم روعة تصميمه وجاذبيته، إلا أن كثير من زوار بودابست لا يدخلونه، وكأن السر لا يكتشف إلا بالصدفة. فخلونا نعمل الآن جولة داخل المتحف ونشوف فعلا إذا كان هذا المكان يستحق الزيارة. طبعا المتحف هذا بوابة زمنية تخليك إيش تشوف كيف كان يعيش الشعب المجري قبل مئات السنين. الآن خلونا الآن نعمل جولة ونشوف كيف المتحف. يعني مثل ما شرحت لي الموظفة، قالت هو في عدة معارض داخل المتحف نفسه. معك واحد بيحكي مثلا عن كيف كانت مثلا ملابس الناس، والآخر بيحكي عن مثلا الفخار والتحف. علشان تعرفوا سعر الدخول هو 11 يورو ل4 معارض، يعني فعلا هو يستحق. خلوكم معايا أوريكم أول مكان، وهو اللبس المجري.
وبعد اللبس المجري الآلات الموسيقية. هذه كانت آلات موسيقية مختلفة، تخيلوا كان بيستخدمها الشعب المجري. طبعا حاطي لك بعض الطاولات عشان تجرب بعض الآلات الموسيقية القديمة في رومانيا أو المجر. اللي حصل له الشلل السمعي. أنا ما أقدرش الصراحة على هذه الأشياء، بس كمية الآلات الموسيقية التي هنا فعلا كثيرة وضخمة. وهذا هو المعرض الثاني بشكل مختصر. المعرض الثالث بيحكي كيف كانت المجر، بس إيش عن طريق الصور. عاملين لك يمكن أكثر من 100 صورة أو هكذا حسب تقديري، فمشيكم هكذا على أضخم الصور في المكان. والمعرض الأخير الذي أنا فيه بيعرض بعض الصناعات الحرفية. بعدها خلاص لازم رحلة. لازم نروح نكمل نستكشف بودابست. هذا أقول لكم نظرة على السريع. بس انت عارف إيه صراحة أنا قلت لي هني في المجر يومين. أروع ما في المدينة إنك تتمشى فيها، سواء كان في الصبح في العصر في الليل، دائما بيكون الأجواء مختلفة أفضل. هذا أجمل شيء. خلوني أوريكم بعض الأحياء كيف شكلها لما تتمشى فيها. بعد اللفة القصيرة في مدينة بودابست، خلوني أقول لكم حاجة واحدة. المدينة هذه فعلا ما راح أزورها مرة واحدة فقط، بالعكس مرة مرتين ثلاث أربع. طبعا أنا الآن وين؟ في أول جسر تم بنائه يربط بين المدينة بودا وبست، وبقربه البرلمان المجري. مكان أكثر من حلو. خلوني أوريكم. شوفوا بس الأضواء. الذي عجبني فعلا أيضا في مدينة بودابست إنه لما تتمشى في الليل، الأضواء يعني حاطينها بشكل فعلا يخليك كذا تنجذب للمدينة إنك حتى تتمشى فيها الليل. الرحلة الجاية إن شاء الله أنا مسافر بكرة راجع إلى ألمانيا، وبعدها في مغامرة واكتشاف لدولة جديدة بتكون أول مرة أزورها في حياتي. فإن شاء الله خلوكم معي. بس قبل هذا خلوني أستعطف أوريكم البرلمان. صح، هذا هو البرلمان.
وإن شاء الله أننا أرتب لها ترتيب حلو وبخطة وين نروح وإيش أعمل فيها. بس قولوا لي إيش رأيكم؟ إيش بتكون هذه الدولة؟ خلوني أقول لكم السلام عليكم، بشوفكم في فيديو ثاني.